أفضل تشكيلة في الدور الأول من المونديال. أنا خيرت هذه التشكيلة حسب الرأي تاعي وحسب واش شفت. في الحراسة خيرت تشيزني حارس بولندا الوحيد اللي صد 2 ركلات جزاء في الدور الأول. في قلب الدفاع خيرت ماغواير وكوليبالي. قاع شفنا ماغواير قدم مقابلة قمة ضد الولايات المتحدة، وقاع شفنا كوليبالي المقابلات اللي قدمهم في الدور المجموعات. ظهير أيمن خيرت حكيمي قدم مقابلات في القمة مع المغرب في دور المجموعات، وشفنا التمريرة الحاسمة نتاعو للنصيري ضد كندا. ظهير أيسر خيرت ساندرو تاع البرازيل. نجو وسط الميدان خيرت 3 لاعبين. بيلينغهام، قاع شفنا بيلينغهام مع الانجليز واول لاعب في المنتخب الانجليزي افتتح اهداف المنتخب الانجليزي في المونديال. جول ديونغ اللاعب الوحيد اللي راه هاز وسط ميدان هولندا وحده ويحارب. ونجول برونو فرنانديز تاع البرتغال. برونو فرنانديز عنده هدفين وعنده تمريرتين حاسمتين. هذا بلا ما نهضر باينه باللي يستاهل يكون في التشكيله. نروحوا المهاجمين في 3 اللي خيرتهم عندهم 3 أهداف وراهم في صدارة قائمة الهدافين. راشفورد جناح المنتخب الإنجليزي عنده 3 أهداف، وغاكبو مهاجم منتخب هولندا عنده 3 أهداف، ومبابي جناح منتخب فرنسي عنده 3 أهداف. هذو في 3 يستاهلوا يكونوا في التشكيل. وانتوما واش رايكم كاش لاعب يستاهل يكون وما خيرتوش؟ قولوا لي عليه في التعليقات.